أطفال كتير للأسف الأهالي بيعانوا في تربيتهم من الكذب، أتعامل إزاي مع الطفل الكذاب؟ بصي، في الأول إحنا محتاجين نفرق بين الكذب بتاع الكبار والكذب بتاع الأطفال. الكبير ممكن يكذب علشان يخادع، علشان عايز مصلحة معينة. في الأغلب الأطفال مش بيبقوا فاهمين الكذب بالمعنى ده. الطفل في الأغلب بيكذب علشان ممكن خايف من العقوبة، ممكن يكون خايف على صورته قصاد باباه، خايف على منظره قصاد مامته، ممكن يكذب علشان يجذب انتباه اللي حواليه عشان يبقى محبب ليهم. بالظبط كده. فبالتالي احنا مش هنتعامل مع الكذب في الطفولة على انه هو مرض الا اذا تفاقم طبعا مع اضطرابات نفسية تانية، لكن في الاغلب بيبقى بسبب الاسباب دي. طب نتعامل ازاي مع الكذب؟ الام الاول لازم تبقى فاهمة، والاب لازم يكون مدرك، ويكونوا قريبين من اطفالهم وقادرين يستوعبوهم. لو انا الطفل بيعمل ده جذبا للانتباه، فانت تاخد بالك من المقارنه، ما تقارنوش بينه دايما وبين ما تضطرهوش انه يجذب انتباهك، حسسه باهتمام بالظبط، بشكل عادل مش بشكل اوفر، لان العطاء الزايد بيتلف زيه زي الاهمال الزايد. صح. لو الطفل بيعمل دوت خوف من العقوبه، فانت معناه انك انت بتعاقب زياده عن اللزوم. معناه ان انت بتستخدم وسائل عقوبه غير مناسبة للسن، زي الضرب، زي الزعيق، زي الإهانة. فلازم تحسسه بحب أكتر. مظبوط كده.